جميع النساء المقاولات، نرحب بالضيوف الكرام جميع الضيوف. كلمة افتتاحية للسيدة رئيسة الجمعية. اليوم كنظموا واحد الندوه جهويه حول المقاوله النسائيه بجهه درعا تافيلالت بالتنسيق وبشراكه مع الوكاله الدوليه للمقاوله الخاصه بالمغرب وكذلك مع برنامج من اجلك. هذه الندوه جات باش تعزز المكانه ديال المراه المقاوله بجهه درعا تافيلالت، جات كذلك باش تعطي يعني التحديات اللي كتواجه هذه المقاوله والفرص اللي كاينين، على اساس انه عندنا متداخلين ومداخلات ديال مختلف الشركاء ولا الفاعلين الاقتصاديين في الجهه، واللي هما يجاو باش يعرضوا هذه الخدمات ديالهم وهاد لي زوفر اللي كاينين في الجهه، على اساس انه لي فام ولا النساء المقاولات. وفاش كنهضروا على المقاولات يعني كنهضروا على التعاونيات، على يعني مقاول ذاتي، على المقاولات يعني الصغيره جدا، الصغرى، المتوسطه، وكذلك حامله المشاريع، باش على اساس انهم يشوفوا شنو كاين بعدا في الجهه، ويشوفوا على كيفاش انهم ممكن يعني يتغلبوا على التحديات اللي كاينين ويعزوا الفرص اللي كاينين في الجهه. لان كنخلقوا المقاولات، كنلقاو فكره المشروع، كنقدموا، ولكن ما كاينش اللي غادي يواكبنا من بعد. اذا جا هذا البرنامج المقاول باش غادي يجاوبنا على هذه الاسئله. المواكبه الاولى اللي تكلموا عليها بزاف ديال النساء هي التربيه المائيه. حتى واخا الوكاله حنا ربما ما غاديش نكونوا كنميتريزيو لو سوجي 100%. داكشي علاش فكرنا في ليكسترناليزاسيون، يعني غادي نتعاقدوا مع مؤسسات ومع خبراء اللي غادي يقوموا بالمواكبه. في الوكاله اليوم انها تحضر في هذا اليوم، واللي كان الشعار ديالو لنتغلب على التحديات ونعزز الفرص. وجينا اليوم باش نتكلموا على برنامج انا مقاول، اللي هو صراحه كيمثل الفرصه للنساء المقاولات بمدينه ورزازات وبالاقليم ككل. وان شاء الله يعني البيبان ديال الوكاله مفتوحه من اجل يعني مواكبه هاد النساء، وان شاء الله غادي نحاولوا باش نواكبهم انهم يستافدوا يعني في جميع البرامج اللي كيقدمها يعني هذا برنامج انا مقاول. وكنعاود نكررها ان ابواب الوكاله مفتوحه لا للنساء ولا للرجال. هي انه ديك الاشواق على المستوى الوطني، برامج كذا يكونوا برامج لخدمه هذه المراه المقاوله اللي كاينه في الجهه، او لما لا على المستوى الوطني. وبالمناسبه رائعه استغلال المعلومه في صالحين هي اللي انه كتنقص، وهذا زعما ماشي شيء عادي جدا. اللي هذا جانب نشتغلوا عليه هو الصيد، عيطوا عليهم باش يستشروا معاهم. هذا دليل على انه راه كاين انفتاح، كاين واحد الرغبه من المؤسسات، وربما راه حاضر معنا مؤسسات اللي غادي يعبروا على نفس الشيء. الحضور ديالنا اليوم في ورزازات هو دعم هذا النوع ديال المبادرات اللي كتهم تطوير المقاولة النسائية في المغرب. حنا هنا باش اننا نبداو واحد المجموعه ديال الشراكات مع المؤسسات ديال المجتمع المدني ومع الريزو ديال اونتر ال، اللي من خلاله كنحاولوا اننا نطوروا الوضعيه الاقتصاديه ديال المراه في المجال القروي وفي المجال الحضاري، من خلال واحد المجموعه ديال البرامج اللي كتهم كل ما هو تحسيس، كل ما هو تكوين، كل ما هو مواكبه، وكل ما هو تسويق. الهدف ديالنا هو اننا نرفعوا من النسبه ديال النساء اللي خلقين مقاولات مهيكله، المقاولات، ولكن كذلك التعاونيات، كذلك المقاول الذاتي، واننا كذلك نوفر واحد المواكبه بعديه لهاد النساء من بعد ما يخلقوا المقاوله ديالهم، باش نضمنوا بانهم غادي يستمروا في الاكتيفيتي ديالهم ويخلقوا فرص شغل ويخلقوا ثروه. والهدف النهائي ديالنا في هذا البرنامج هو اننا نطوروا المستوى المعيشي ديال هاد النساء، واللي غادي ينعكس بشكل ايجابي عليهم، على الاسر ديالهم، وكذلك على المجتمع ككل، كالمستوى الاقليمي هنا في ورزازات، او الجهه ديال درعا تافيلات، او على المستوى الوطني. النساء المقاولات بداو كيفرضوا رؤوسهم كما كتفرض المراه، يعني بصفه عامه، يعني الاسم ديالها والمكانه ديالها. الناس مسؤولين تكون واحد شراكه بين الجماعات، باش اي جماعات يستافدوا من التعاونيات. كاينين يعني النساء قادات كما كنقولوا النساء في المستوى المطلوب. كنتمنى ان شاء الله تكون هذه العلاقه بيننا باش حتى هما يستافدوا، تكون واحد المواكبه.
يعني اليوم كانت الفرصه ان التكوين المهني كيشارك مع مبادره ديال الجمعيه ديال اونتر ال مع باقي الشركاء ديالها تحت شعار لنتغلب على التحديات ولنعزز الفرص. وبالتالي يعني التكوين المهني كفاعل من الفاعلين اللي كيساهموا في الحس المقاولاتي يعني تبعا الخطابات ديال صاحب الجلاله. ولماذا التكوين المهني من اهميه يعني في المجال اللي هو سوسيو اقتصادي. كذلك التكوين المهني يعني كيقدم مجموعه ديال الخدمات كمؤسسه ديال الدوله، مجموعه ديال الخدمات للحاملي المشاريع وحاملي يعني افكار مشاريع، اللي من بينها انه يعني في منذ زمن انه كان واحد ما يسمى بالدروس المسائيه، كان ما يسمى بالتكوين التاهيلي، كان ما يسمى بدي كونطرا سبيسيو، كاين ما يسمى يعني كذلك بالتكوين المستمر اللي كيقدم يعني واحد المجموعه ديال العروض التفضيليه كمؤسسه ديال الدوله. وكذلك يعني مؤخرا تم تعزيز المركبات ديال التكوين المهني على صعيد المغرب وفي جهه درعا فيلالت بهذا الشبابيك ديال دعم وانشاء المقاولات. يعني الدوله موفره بزاف ديال البرامج، بزاف ديال التمويلات، بزاف ديال القوانين ايضا لانه كتشجع المراه من اعلى سلطه في